السلام عليكم ومرحبا بكم في شوات حكيمة. اليوم ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم فقاس مغربي ناجح من اول تجربة بدون تكسر. كما كتلاحظوا معايا كيجي ولا اروع، ما كيتشقق وما كيتكسرش لينا، كيجي ولا اروع. اللي كيشوف قناتي لاول مرة انضم لها بالضغط على زر احمر صابوني وكذلك فعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله على بركه الله. في واحد الكسعه كنديروا قبيصه ديال الملحه وغادي ندير 4 الحبات من البيض اللي ضروري كيكونوا بحراره المطبخ. واحد البيضه كناخذوا الصفار ديالها كنحتفظوا به. غادي نخليوه باش كنزينوا به الفقاس ديالنا. غادي ندير ساشي ديال الفاني، ممكن تعوضوه بالفانيلا السائله ولا بالبودره على حسب اللي بغيتم. وغادي نضيفوا كذلك كاس الا ربع من السكر الخشن او السكر سنيده. كنخلطوا المكونات مزيان وغادي ندير كاس من زيت نباتي. كنخلطو مزيان حتى كينسجموا لينا المكونات. كنضيفوا معلقه كبيره ديال النافع ونص كاس ديال الزنجله اللي كيكون غير مصهد ما محمرش. وغادي نضيفوا واحد الكيس ديال الفلو كراميل كيعطي واحد النكهه وكذلك واحد الويل اللي هو زوين لهاد الفقاس. كنخلط المكونات مزيان وغادي نضيف نص كاس ديال المزهر. اللي ما كيبغيش النكهه ديال الزهر ممكن يستغنى عليه. وغادي نضيفو كاس ديال اللوز اللي كيتغسل مزيان باش كنتخلصو هكا من ديك الغبره اللي كتكون فيه. صافي غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا. وغادي نضيف كذلك الخميره، درت هنايا 12 غرام خماره ونص. صافي غادي نبقاو نخلطو نبقاو نضيفو الدقيق تدريجيا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق راه على حسب النوعيه ديال الدقيق وكذلك الحجم ديال البيض اللي استعملتم. كنبقاو نضيفو الدقيق حتى ما تبقاش العجينه كتلاصق في يدينا وكنحبسو مباشره. كنقسمو هكا العجين ديالنا لثلاث الحصص وكنشكلو هكا الحصص اللي قسمنا هكا على شكل حربول. فيما كتبان لينا هكا شي لوزه بغات تخرج راه كندفعوها هكا باش تكون في الوسط. كنشكلو الحرابل ديالنا كنوضعوهم في اللاطه اللي فرش ليها ورق الزبده وكناخذوا داك الصفار البيضاء اللي خلينا من الاول. كنضيفوا عليها القليل من القهوه سريعه الذوبان وكذلك القليل من الكاكاو المر وواحد المعلقه كبيره ديال الحليب. وكندهنوا بها الوجه ديال الفقاس ديالنا، كنزينوه بالشوكه ولا بالفرشيطه. وغادي نتكيوه مزيان هكا بواحد الابره اللي كتكون معقمه. مباشره ندخلوه للفران على نار اللي كتكون مهيله لاقصى درجه وتكون هكا اللاطه بعيده على الحراره باش ما كيتشققش لينا هكا من الفوق، غير كيطيب لينا هكا الفقاس ديالنا. صافي كنزولوا اللاطه وغادي نغطي الفقاس هكا بواحد السربيته اللي كتكون فازقه ومعصوره مزيان وبواحد البلاستيكه. كنخليوه غير ساعه لا اكثر، غير كيبرد لينا الفقاس ديالنا مباشره كندوزو كنقطعوه. كما كتلاحظوا معايا راه ما كيتشققش لينا ما حتى حاجه، غير ضروري تقطعوه بواحد الموس اللي كيكون حاد. كما كتلاحظوا معايا مباشره كنستفوا هكا الفقاس ديالنا في اللاطه وغادي نرجعو للفران يتحمر على نار اللي كتكون مهيله. كيكون هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما كنكملو بالطياب. كيجي ولا اروع، كيجي هكا مقرمش وفي نفس الوقت لذيذ. في امان الله.